ستاربكس كلنا بنشوفه ست شعرها طويل لابسة تاج، لكن الست دي مش بتفكرك بأسطورة السرين أو الحورية ذات الذيلين؟ طب إيه قصة الحورية ذات الذيلين دي؟ في الأساطير الإغريقية الحورية دي ما كانتش عادية، دي كانت المسؤولة عن إغواء الصيادين لحد ما كانوا بيختفوا في البحر، فكانت بتغني للبحارة لحد ما تخليهم يفقدوا عقلهم ويضيعوا جوه البحر. يعني كده في كل مرة تمسك كوباية من ستاربكس كأنهم بيقولوا لك انت تحت السيطرة، بتلعب على رمز جواك محفور في عقلك اللاواعي، رمز بيلعب على الإغواء، على الجاذبية والإدمان وصعوبة السيطرة وعدم المقاومة. يمكن عشان كده معظم الناس اللي أعرفهم مدمني ستاربكس مش أي قهوة بترضيهم، مش أي نوع كافيين، عشان لعبوا على ده، على عمق. بس أكيد الرمز لوحده مش كفاية، فهم برضو بيحطوا مكسبات طعم ونكهات تخليك تدمن الموضوع. وانت بعد دش جوجل واكتب من هي المرأة اللي في شعار ستاربكس، شوف الجواب اللي راح يصدم عيشتك. تفضل شوف الجواب، هذا الجواب: يهودية محامية عن اليهود ومفتخرين فيها، وهذا كله واللوية هذه كلها والصورة هذه لأنه يبي